عايزك تتخيل معايا شخص عايش بس ما بيعملش اي حاجه، بيسكر ويشرب مخدرات ويعمل علاقات جنسيه كتير، ولكن كل ده بدون معنى بالنسبه له. مجرد بيحاول يملى فراغ، ومحاولته في ملء الفراغ ده بتخليه يتحول لانسان مؤذي لكل الناس اللي حواليه، مدرك العبث اللي هو عايش فيه ولكن غير متقبله وغير سعيد. بالنسبه له الحياه حفره بيحاول يملاها باي شيء ولكن ما بتتمليش. Shit. Stupid piece of shit. You're a real stupid piece of shit. But I know I'm a piece of shit. That at least makes me better than all the pieces of shit who don't know they're pieces of shit. Or is it worse? Breakfast. Oh, I don't deserve breakfast. Shut up. Don't feel sorry for yourself. What does that do? Get breakfast, you stupid fat ass. These are cookies. This is not breakfast. You are eating cookies. Stop it. Stop eating cookies and go make yourself breakfast. Stop it. Don't eat one more cookie. Put that cookie down. Do not eat that cookie. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ارتفيليا، اللي بنتكلم فيها على كل ما هو ليه علاقه بالفن، وخصوصا لو الموضوع ده انا بحبه. والمره دي هنتكلم عن مسلسل هو يعتبر مسلسلي المفضل، فمش هطول ويلا نخش في الموضوع على طول عشان في كلام كتير جدا عايز اقوله. في الحلقه دي هتكلم عن مسلسل بوجاك هورسمان، ولكن هتكلم عنه بطريقه مختلفه شويه، بمعنى ان انا شخص بيحب الفلسفه وبيحب يدور ورا معاني الاشياء، خصوصا لو الاشياء دي لمست جزء جوايا. ولكن توضيح سريع كده، بس اللي ما شافش المسلسل يا ريت يكون شافه قبل الحلقه عشان ممكن يكون في حرق، او هو اكيد في حرق. وكمان عشان تكون فاهم انا بتكلم في ايه يعني. كملخص للمسلسل ككل، وهو ملخص بسيط جدا. مسلسل بوجاك هورسمان هو عباره عن راجل حصان كان نجم سينمائي مشهور في فتره من الفترات، وبيواجه فتره صعبه من حياته بمروره بالاكتئاب وكبره في السن وتدهور حياته من شخص محبوب لشخص مكروه. بنشوف ده في سلسله من الاحداث مع اشخاص مختلفين برضه في عالم مشترك بين البشر والحيوانات. لما تشوف مسلسل بوجاك للمرة الأولى هيبهرك، الألوان والشخصيات وحيوانات بتتكلم ورسومات كرتونية مبهرة ومبهجة، ولكن الحقيقة هو أبعد ما يكون عن ده. بل هو بياخدك لأكتر الأماكن ضلمة في النفس البشرية، وبيعري الحقيقة ويظهر الفساد بتاع هوليوود وبتاع الحياة عموما بحتة سخرية كده جميلة. هتلاقي الاهتمام المزيف بتاع مستر بينات باتر، واستوديوهات الإنتاج اللي مش بتهتم بحاجة غير الفلوس، وحفلات توزيع الجوائز اللي مش بتكرم غير الناس المشاهير بس. ولكن أنا عايزكم تبصوا للمسلسل بنظرة أعمق شوية. هوليو في المسلسل ممكن يتم اعتبارها كرمز للوجود بشكل مطلق، هي الكون اللي احنا عايشين فيه ده. فزي ما هوليو بتغطي على فسادها بإنتاجات عديمة المعنى، فبرضه الزخارف اللي في حياتنا دي عديمة المعنى وبتغطي على عدم وجود معنى لوجودنا من الأساس. الفكرة دي معروفة بمعنى الوجودية العدمية، وهي الفكرة الأساسية للمسلسل ككل. المواسم الستة بتدور حوالين ده، يمكن أول 3 مواسم بس بيبدأ يرسخ الفلسفة دي بالتدريج عشان نشوف الحل في النهاية. فلو الحياة فعلا بلا معنى، ازاي نتعامل معاها؟ هديك كده زي شوية قواعد موجودة في المسلسل للتعامل مع عدمية الحياة. أول حاجة هي إنك تشتت نفسك. طريقة أساسية عشان تتغلب على عدم وجود معنى للعالم ده هو إنك تشتت نفسك، زي برنسس كارولين اللي دايما كانت بتشغل نفسها في الشغل ورغبتها الملحة في إنها تصلح حياة كل الناس اللي حواليها وكل الناس اللي بتهتم بيهم، بالرغم من إنها بتشتكي دايما إن شغلها واخد كل حياتها، ولكن هي ما بتقدرش تتحمل وقت فراغ من غيره. ولما وكالتها انهارت، أخيرا بتلاقي وقت فراغ للعلاقة اللي كان نفسها فيها، ولكن برضه بتلاقي طريقة تانية ترجع لهوليو والمطحنة الشغل تاني. اما شخصيه تود، وهو صديق بوجاك المقرب واللي عايش عنده كده بالصدفه، فهو دايما سعيد طول الوقت عنده حاجه يعملها، والمره الوحيده اللي بنشوف فيها تود ما بيعملش حاجه بيخش في اكتئاب وجودي لحد ما يلاقي حاجه ترجع تشغل عقله تاني. تود ملوش طريقه تفكير سليم، ولكن هو شاطر في انه دايما يشغل نفسه، يالف اوبرا، يعمل ديزني لاند خاصه بيه، يفتح عدد مشاريع فاشله، حاجات زي كده. واللي شبهه في نفس حاله الالهاء المستمر ده هو مستر بينات باتر. هو يمكن يكون عبيط شويه، ولكن هو اكتر واحد مدرك لذاته. بعد كده عندنا الكبير بوجاك، وهو عبارة عن سلسلة من المشتتات. حياة بوجاك بعد المسلسل اللي شهره وهو هورسن اراوند هي سلسلة من المشتتات، وطريقة حياته ليومه تافهة جدا لدرجة ان المسلسل ساعات ما بيجيبش ايه اللي حصل. ولكن بوجاك برضه مش سعيد بالرغم ان عنده كل حاجة ممكن يتمناها. والمسلسل اللي بيطرح في السؤال للمشاهير، بما انهم عندهم كل حاجة بيتمنوها، ايه اللي ممكن يخليهم مش سعداء، وايه اللي بيخليهم مش سعداء بما انهم عندهم كل حاجة؟ Whoa! What the? Why can't I be happy? Am I busted? السؤال ده طرحه فيلسوف اسمه بليز باسكال، واللي بيعتبر من أوائل فلاسفة الفلسفة الوجودية. بيقول باسكال إنك لما تدي البشر الوقت الكافي إنهم يفكروا هيدركوا إنهم بلا أهمية أو قيمة، وده بيؤدي للملل. وبيقول نصا: اكتشفت أن كل البؤس الذي تعيشه البشرية ينبع من حقيقة واحدة،
هي أنهم لا يستطيعوا أن يبقوا صامتين في كهفهم. ووجدت سبب حقيقي جدا، وهو فقرنا الطبيعي بسبب حالتنا الواهنة الفانية. لذا بائس جدا أنه لا شيء يستطيع أن يريحنا إذا فكرنا فيه بجدية. فإذا باسكال عنده آلية دفاع طبيعية بتخلي الأفكار دي بعيدة، وهي إننا سهل جدا تشتتنا. To 9 months of sobriety. To life and being done with it. ومن المشتتات دي ممكن نكون جنس، مخدرات، ألعاب، شغل، أي حاجة. طول ما احنا تحت تأثير التشتيت ده بنبطل نسأل عن سبب وجودنا، ولو مش هنبقى سعداء فعلى الأقل هنبقى فاعلين وهنبقى منتجين. طب يا عم باسكال، في ناس بتبقى محاطة بكل أنواع التشتيت ومع ذلك هي مش سعيدة ولا فعالة. طب إيه الحل؟ فباسكال بيطرح نفس السؤال اللي سألنا المشاهير فوق، اللي هو ليه هم مش سعداء، ولكن بدل المشاهير هو بدلها وحط الملوك. فقال: عندما تتخيل ملكا محاطا بكافة الملذات التي يمكن تخيلها، فلو ظل بدون مشتتات وترك ليتأمل ويفكر في كينونته، فلن تكون هذه الملذات التافهة كافية له. يعني بوجاك زي الملك، ما عندوش أي متاعب حقيقية تشغل حياته، وبدل من ده لازم إنه يقضي كل أوقاته بيحاول يلهي نفسه عشان ما يبقاش عنده وقت يفكر في حقيقة وضعه. وبالرغم من نجاحه في إنه يعمل ده لسنين، كل ده انهار فجأة لما قرأ كتاب ديان عنه. My question is for Diane. Look, I'm sorry about all the stuff I said about you earlier. We can publish the book you wrote. You're obviously a better writer than I am, and I don't actually even really care what the world thinks about me anymore. في الكتاب بوجاك شاف صورة صادقة جدا عن نفسه، وهو مسؤول عن مواجهة كل الأشياء الموجودة واللي مش موجودة فيه، ويواجه خداعه لنفسه. Sorry, Bojack. I don't know how to be Diane. It doesn't get better and it doesn't get easier. I can't keep lying to myself, saying I'm gonna change. I'm poison. Bojack. I come from poison. I have poison inside me, and I destroy everything I touch. That's my legacy. I have nothing to show for the life that I've lived, and I have nobody in my life who's better off for having known me. That isn't true. Isn't it, though? طب يعمل ايه دلوقتي؟ يعمل ايه دلوقتي بعد ما كل المشتتات اللي هو كان عايش فيها دي انهارت؟ بالنسبة لباسكال، فبعد ما تتجاوز النقطة الحرجة وتبقى المشتتات غير كافية، فالملجأ الوحيد ليك هو انك ترجع لربنا. ولكن بالنسبة لبوجاك الخيار ده غير متاح، لان العالم بتاع هوليو هو عالم ما بعد موت الاله، هو عالم بدون اله زي ما نيتشه قال. ولكن بما ان مفيش اله، المفروض نروح لمين؟ لبوجاك الخيار الاول هو انك ترجع تاني للتشتيت وتجبر نفسك على ده. وهنا المسلسل جايب لنا شخصيتين لحالتين اجبروا نفسهم على الرجوع تاني للتشتيت، وهم سارالين وسكرتيريات، ولا واحده منهم نهايتهم كانت كويسه. عندك سكرتيريات وهو قدوه بتاع بوجاك، ادى النصيحه ليه وهو صغير وبيقول له ببساطه ما تفكرش في الموضوع، اجري وبس. When you get sad, you run straight ahead and you keep running forward no matter what. There are people in your life who are going to try to hold you back, slow you down, but you don't let them. Don't you stop running and don't you ever look behind you. There's nothing for you behind you. All that exists is what's ahead. ولكن أول ما بيتم استبعاده من السباق، You can be the fastest runner in the world, but you can't outrun the truth. وعندك تاني شخصية وهي سارالين، بياخدها بوجاك لمدة شهر كامل في التعاطي، وبينتهي لما تاخد جرعة اوفر دوس من الهيروين اللي اسمه بوجاك وبتموت. Sarah Lynn? What? Oh my God, thank God you're okay. I'm not okay. I'm bored. This hotel room is boring. What's on TV? Ah, the Oscars are on. Really? How long have we been on this bender? The only thing that matters is right now. This moment. This one spectacular moment we are sharing together. Right, Sarah Lynn? Sarah Lynn? Sarah Lynn? طب بما انه محاولة استعادة التشتت محتومة بالفشل كده، ايه الحل؟ ده ياخدنا للجزء الثاني وهو الحرية المطلقة او الراديكال فريدم. من البداية بوجاك بيكره المسؤولية. I'm responsible for my own happiness. I can't even be responsible for my own breakfast. وعايز يهرب من عواقب اختياراته الخطأ. I didn't do anything wrong because I can't do anything wrong. Everything is meaningless. Nothing I do has consequence. وبعد إفراطه في الشرب بيسأل ديان وبيقول: I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to tell me that I'm good. Diane, tell me, please, Diane, tell me that I'm good. بوجاك هنا خايف من اللي بيقول عليه سارتر، اللي هي الحرية المطلقة، واللي كانت جزء كبير من فلسفته الوجودية. ولو جينا حطينا شعار الوجودية هيبقى الوجود يسبق الماهية، وماهية الشيء عند سارتر ممكن نعتبرها الغرض منه. يعني لو أنا صنعت مطرقة، فالمطرقة اللي أنا صنعتها دي علشان أدق بيها،
معنى كده إن ماهية المطرقة تسبق وجودها، أو غرضها يسبق وجودها. بالنسبة للأديان الإنسان زي المطرقة بالظبط، مفيش أي اختلاف. ربنا خلقه عشان غرض معين، معنى كده إن غرض الإنسان أو ماهيته تسبق وجوده. ولكن بالنسبة للوجود العدمي فالوجود يسبق الماهية، موجودين وبس، عكس المطرقة مفيش غرض للوجود، مفيش حاجة مطلوب إنه يعملها، مفيش حاجة تمنعه من إنه يسرق مثلا حرف الدي في لوحة هوليوود، أو إنه ياخد مخدرات تكفيه لمدة 3 شهور في يوم واحد. هو حر حرية مطلقة لأنه ملوش غاية. وعلى الجانب التاني مفيش حاجة بتجبره إنه يعمل الحاجات دي برضه. هنا بوجاك بيسيطر تماما على أي خيار بياخده. هي دي الحرية المطلقة بتاعت سارتر، وبالطبع ده مش مريح تماما. فبيقول سارتر: هذا ما أعنيه حينما أقول أن الإنسان محكوم عليه بالحرية، محكوم لكونه لم يختر أن يخلق نفسه، ومع ذلك فهو مطلق الخيار، ومن اللحظة التي يلقى فيها في هذا العالم فهو مسؤول عن كل شيء يفعله. أو زي ما ديان قالت لبوجاك وهم على السطح، إنها مش مؤمنة بإن في حاجة اسمها في أعماق كل إنسان، وإن اللي أنت بتعمله ده هو أنت مفيش حد تاني طيب جواك، أنت كل اللي بيظهر منك على السطح وبس. I didn't know what to say. Well, do you think I'm a good person? Deep down? That's the thing. I don't think I believe in deep down. I kind of think all you are is just the things that you do. Well, that's depressing. مفيش بوجاك طيب أو جيد في الأعماق، مفيش غير بوجاك واحد بس، وهو محدد تماما بالاختيارات اللي خدها طول المسلسل. Part of me hurts. Sartre was wrong. Physical pain is so much worse than prolonged emotional distress. What a hack! هبسطها لك أكتر. أنت مفيش غاية من وجودك، مفيش حاجة تمنعك إنك تعمل أي حاجة سواء حلوة أو وحشة. أنت بتحدد نفسك وشخصيتك بأفعالك. لو أفعالك كويسة هتبقى كويس، لو أفعالك شريرة هتبقى شخص شرير. الأمر في إيدك والمسؤولية في إيدك أنت. أو زي ما قال تود في نهاية الموسم الثالث: You can't keep doing this. You can't keep doing shitty things and then feel bad about yourself like that makes it okay. You need to be better. I know. You are all the things that are wrong with you. It's not the alcohol or the drugs or any of the shitty things that happened to you in your career or when you were a kid. It's you. All right? It's you. Fuck, man. ده تحسه حاجة مش مريحة، ولكن على الأقل بيدي بوجاك الأمل بإنه محدد بالاختيارات اللي بياخدها، ففي إيده إنه يغير من أفعاله وشخصيته، ولكن الأمر كله فعلا في إيده وفي مسؤوليته هو. والمسلسل بيتعامل مع سارتر بتفاؤل عن طريق استخدام المية اللي بوجاك بيكون غرقان فيها في بداية تتر كل حلقة كتعبير عن حريته المطلقة اللي هو غرقان فيها. دايما بيكون غرقان في المية، ولكن في نهاية حلقة تحت المية في الموسم الثالث بيبدأ بوجاك يشوف المية على حقيقتها، وإنها بتديله عدد غير محدود من الخيارات اللي ممكن يغير بيها فعلا من نفسه. الجزء الثالث وهو تقبل العبث. لما اخو مستر بينات باتر بيتعب بيخش في ازمه وجوديه، لكن مش بيعاني منها لوقت طويل وبيكتشف ان مفيش حاجه مهمه. وبوجاك بياخد نصيحه مشابهه من صديقه كادلي ويسكرز، واللي هجر حياه هوليو وشاف ان الاوسكار دي ولا حاجه وملهاش معنى وملهاش اي 30 لازمه، ووصل للسعاده الخاصه بيه، وقال انه فقط لما بتسيب كل حاجه تقدر تلاقي طريق للسعاده. طريق كادلي ويسكرز ومستر بينات باتر في البحث عن السعاده بعد إدراكهم للعممية متشابه. بيفكرنا بفيلسوف العبث ألبير كامو. عند كامو الكون لا عقلاني وبلا معنى، بالرغم من ده البشر عايزين يلاقوا ليه سبب ومعنى. بالنسبة لكامو ده عبث، وأما تدرك العبث بيبقى قدامك 3 اختيارات زي ما كامو قال: ترجع لدورة حياتك وتتناساه أول اختيار، أو تنتحر تاني اختيار، أو تالت اختيار وهو ده اللي بيفضله هو التمرد، إنك تقبل العبث وتعيش سعيد، لأن طز في الكون لو فكر إنه يقدر يتحكم في مشاعرك أو في أفعالك. ومثل فكرته دي في مقالة أسطورة سيزيف، واللي عبارة عن راجل محكوم عليه إنه يرفع صخرة كل يوم لقمة جبل، وبعدين الصخرة تقع ويرفعها تاني وهكذا للأبد. سيزيف بالنسبة لكامو بطل العبثية. بالنسبة لمهمته دي هو قرر إنه يبقى سعيد. والمسلسل بيشيل الأسطورة بطريقة مباشرة في القرد اللي بيجري كل يوم قدام بيت بوجاك بشكل متكرر لأعلى تلة، ولكن
بوجاك بيخش في حلقة مفرغة وبيقول عنها كامو: يحدث أن ينهار المسرح عند الإفاقة تماما، تأتي العواقب في وقتها، الانتحار أو التعافي. ساعات بيحصل إن كل حاجة أنت بنيتها بتتهدم فوق دماغك وبتفوق من الوهم اللي أنت عايش فيه، وبتدرك تاني إن مفيش حاجة ليها قيمة ولا معنى ولا حتى أنت. وزي ما كامو قال بعد مرور بوجاك بالحلقة المفرغة دي بنشوفه بيهرب بالعربية وبيقرر إنه يستسلم، أو بمعنى أصح ينتحر. والسواقة بالعربية بنشوفها بتتكرر كتير كطريقة لبوجاك من الهروب من العبث، زي سكرتيرية موصاه. وبنشوفه في نهاية الموسم الثالث بيسيب الطارة بتاعة العربية وبيسيب نفسه للعبث والانتحار لحد ما يشوف قطيع من الأحصنة بتجري وبيتفرج عليهم، ودول بيمثلوا البديل التاني، هو التعافي والتصالح مع العبث. استمر في مهمتك اللي ملاش لازمة وعيش سعيد. بيجروا زي سيزيف ومستمرين في مهمة بلا معنى وسعداء بالرغم من أي حاجة. لحد هنا دي الفلسفة اللي اتبنى عليها المسلسل، وباختصار الحياة بلا معنى. ونتيجة لده بوجاك بقى عايش في سلسلة لا نهائية من المشتتات لحد ما بيدرك طريق الخلاص والتعافي في نهاية الموسم الثالث. ولكن هل التغيير أو التعافي ده هيبقى لحظي؟ Usually when people ask how I'm doing, the real answer is I'm doing shitty. But I can't say I'm doing shitty because I don't even have a good reason to be doing shitty. So if I say I'm doing shitty, then they say, why? What's wrong? And I have to be like, I don't know, all of it. So instead, when people ask how I'm doing, I usually say, I am doing so great. الحقيقة لأ، بوجاك كان شخصية مشهورة ومحبوبة، وده بنشوفه في بداية المسلسل، ولكن أيام مجده راحت خلاص، واللي كانت تعتبر في أوائل التسعينات، وبقى عايش في حاضر ضبابي ملوش شكل، مليان بالمخدرات والكحول والجنس. وده خلاه شخصية صعبة وخشنة، ولكن مع ذلك لما تشوفه هتتعاطف معاه لأنه يعتبر من الأنتي هيرو، وهي جنرا ظهرت في مسلسلات كتير جدا، بوجاك يعتبر من ضمنها. وزي أي شخصية أنتي هيرو كلاسيكية، بوجاك لازم يبقى عنده ماضي صعب وقاسي، من أم كانت مدمنة كحول وبتتعامل بطريقة عنيفة وقاسية، وأب ما كانش مهتم بيه إطلاقا، ولكن تأثير أمه عليه كان أكبر بكتير. And delight me and your simple son with stories of your noble salt-of-the-earth co-workers like Eight-Finger Joe and sports team Steve, before locking yourself in your study for the night to chip away at your never-ending goddamn novel. I'll clean up the kitchen and bathe our filthy child, and we'll just keep waltzing through this goddamn proletariat dream. Maybe if the goddamn baby wasn't crying all the time, I could finish the goddamn novel. I'm not a baby, I'm 6. Yes, wah, gaga, goo. I'm forming sentences. Oh, and I can't? Everyone's a critic. I can see the headline now. Idiot son thinks dad's book is great, comma, son is idiot. I didn't say your book is great. I can't live like this. I should have married Corbin Creamerman. Ha! Like he'd have you. Oh, he would have. And he would have been kind to me. And he wouldn't have been too much of a stubborn ass to take a decent job at my father's company. Fine. I'll take the corner office with the company car, 6-figure salary, and 4 weeks paid vacation. But if my novel becomes bad because I no longer remember what it's like to be working class, we'll know of whom to be blamed. فبمعنى تاني هو ما كبرش في بيئة صحية في طفولته، وهو بيواجه ترومات كتير جدا من الماضي. أولا أمه اللي تم إساءة تربيتها من أهلها وتعاملوا معاها بمنتهى القسوة، وده اللي خلى عندها كره لنفسها ولكل حاجة، وخلى جواها عقد كبير جدا صعب الخلاص منها، لحد ما خلفت بوجاك وبقى بالنسبة لها عقبة وحمل كان غير مرغوب فيه، وحد وقفها وخلاها مش قادرة تعيش حياتها، وصدرت له كل السموم اللي خدتها من صغرها بأضعاف أضعافها. فدايما شايفاه حد ملوش لازمة، وساعات مش شايفاه أصلا. Look like your mother now, do you? No. I promise, one day this will all be a pleasant memory. Me. It's not Ibsen, but... It would only depress me to watch you bumble around like that. All the sacrifices I made so that you could do this. Well, thanks for the painting. It'll be nice to have something that always reminds me of this conversation. وده أثر عليه بعد كده وخلاه شخص سام وبيسيء معاملة كل الناس اللي حواليه، وخلى الماضي بتاعه أكثر ظلمة وأشد قسوة.
فخدع صديق عمره وشريكه هيرب كازاز وأساء معاملة النجمة الأصغر منه سارة لين لحد ما كانت ماتت بسببه، ولكن بالنظر لماضيه هتتعاطف معاه كونه ضحية. فبوجاك طول المسلسل بيمر بفترات طويلة من الأنانية المفرطة واللي بتأذي كل اللي حواليه، ولحظات كده من الوعي بذاته واللي بيعمله واللي بيخليه أكتر تراجيديا وتأثير. اللحظات دي هي اللي قلنا عليها لما اتكلمنا في حتة سارتر والمية. هو لما بيكتشف إن المية دي أو الحرية دي عدد لا نهائي من الاختيارات، وإنه ممكن ما يختارش يبقى الشخص السيء. ومن الحاجات التانية في بوجاك هو خوفه من إن حد يعرفه على حقيقته، وده كان صراع بتاع الموسم الأول بينه وبين ديان صديقته النهائية، واللي كانت بتكتب مذكراته عشان تنشرها. هي كانت عايزة الناس تشوف بوجاك على حقيقته، ولكن هو كان رافض وكان عايز الكتاب مجرد قناع تاني يلبسه قدام الجمهور. الكتاب لما بينزل بيهدم كل الزيف اللي كان عايش فيه بوجاك لحد ما وصل للموسم الأخير والإنترفيو في الآخر اللي بيكشف بوجاك الحقيقي للناس كلها. ولكن تعال أول كده نرجع ورا حبة في الموسم الثالث، تحس إنه كان بيمهد إن بوجاك عنده فراغ ممكن يتملي بالاستقرار والعيلة. Okay. What are you thinking about? Oh, just how nice things could have been if you had chosen this life. ولكن الموسم الرابع بتجيله هولي هوك واللي بيفتكر إنها بنته وبيحاول يعمل معاها دور الأب وبيفشل في ده، وبيفشل في إن علاقته مع أمه تتحسن، وده ليه أسباب طبعا، وبيخش في أكتر من علاقة ولكن بيفشلوا كلهم لخوفه زي ما قلنا إن الناس تشوفه على حياته، لكونه بيكره نفسه. فبوجاك بيركب عربيته عشان يهرب من العبث ده ويمر بفترة نقاء في بيت العيلة القديم، ولكن بيرجع تاني لنفس الدوامة ونفس العبث. هو تقبل العبث ده ولكن بيمر بلحظات مؤقتة من التغيير ويرجع تاني يعمل نفس الأفعال ونفس الأخطاء، واللي مش بتخليه سعيد وبتخليه مؤذي لكل اللي حواليه. لحد ما بتشوف في الموسم السادس انه فعلا بيتغير بجد، بيروح مركز اعادة تأهيل ويحاول يتصالح مع الماضي بتاعه ويواجه تاريخه ويصلح ناس من ماضيه ويعوضهم. وده كان شيء مهم في المسلسل، لان طول المسلسل بنشوف بوجاك غير قادر على التغيير، مجرد بيجيله لحظات من الادراك انه قد ايه هو سيء وبيتغير لحظات مؤقتة بعدين يرجع نفس الشخص تاني. دلوقتي بنشوفه بيتغير على طول ببطء ولكن بيتغير. ولكن في مركز إعادة التأهيل بيفصل على الواقع، بيحس إنه مش كويس، هو بس كويس لمجرد إنه في المجتمع بتاع المركز، وإن ده مش العالم الحقيقي، وإن العالم الحقيقي قاسي ومش هيسامحه على ماضيه. وخمن اللي حصل. برافو عليك، أصل لازم تدفع عواقب اللي أنت عملته. أنت اتغيرت ولكن في ناس اتأذت، في ناس زي بيني بنت صديقته واللي حاول ينام معاها ويستغلها واللي ما زالت منهارة بسبب الحادثة دي، وجينا الإكس بتاعته والنجمة المشهورة واللي الكارير بتاعها كله انهار بسبب تروما سببها لها، بخنقوا ليها جوه لوكيشن التصوير بسبب إفراطه في الأفيون. ولكن في حين إنه من غير العدل لمحاسبة بوجاك بعد ما اتغير على أفعال عملها حد ما بقاش هو دلوقتي، ولكن كل العواقب اللي من ماضيه كانت بتعوم بره في العالم الحقيقي مستنياه يخرج من مركز التأهيل عشان تصطدم بيه. عواقب زي بيني وجينا وسارة لين وهيرب كازاز وغيرهم. العواقب دي بتتمثل في مراسلين بيحققوا في موت سارة لين، وبوجاك بيطلع في لقاء تلفزيوني للمرة التانية والناس بتشوف حقيقة بوجاك، وده اللي كان بيتمناه، ولكن في نفس الوقت خايف منه إنه يتشاف ويتعرف على حياته كشخص أناني بيحط نفسه في المقام الأول، وبالتالي ناس كتير حواليه بتأذوا، وده بيخلي الحياة تنهار حواليه. بيترفد من وظيفته كمدرس ويخسر فلوسه وبيته في قضايا كتير ويتحول لموضع اشمئزاز من الجمهور، حتى أقرب الناس ليه بيبعدوا عنه. والأسوأ من ده أخته الغير شقيقة هولي هوك بتقطعه من حياتها خالص في رسالة محدش يعرف إيه فيها غير بوجاك. وبعدها ترجع ريما لعادتها القديمة، ينهار بوجاك تاني ويخش في فترة تخبط ويرجع يشرب كحول تاني بكميات كبيرة لحد ما ينتهي بالموضوع وهو مقتحم البيت بتاعه اللي اتباع لناس تانية وهو سكران، وكان بيتصل بديان تنقذه ولكن بيغرق في البسين بتاع البيت وسط المكالمة. والسؤال هنا، هل هو فعلا يستحق كل ده بعد ما فعلا اتغير وإن دلوقتي بوجاك جديد غير القديم؟ How do you make something right when you've made it so wrong you can never go back? الحقيقة يا صاحبي إننا بنشوف دايما في المسلسلات اللي بتناقش شخصية الأنتي هيرو بنلاقي إنهم بياخدوا اللي هم يستحقوه ويقعوا في عواقب أفعالهم عشان القصة تبقى كاملة. إحنا كبشر بنحب القصص تكون كاملة، ولكن بوجاك هنا بيفهمك إن الحياة الحقيقية مش واضحة. أوقات ما بنعرفش إيه اللي بيحصل لينا أو ليه أو هل نستحق ده ولا لأ. في الحلقة قبل الأخيرة في الموسم الأخير واللي هي أقرب حلقة ليا وأكتر حلقة أيكونيك في المسلسل كله وفي تاريخ المسلسلات عموما،
واللي بتوصل لحافة النهاية، بتورينا النهاية المتوقعة واللي ترضينا احنا كمشاهدين، وهي موت بوجاك. الحلقة دي هي تتويج للكآبة في المسلسل. الكتاب جمعوا كل الكآبة في حلقة واحدة. الحلقة حرفيا بتدور بين الحياة والموت، وفيها بوجاك بيتعشى مع كل المتوفين في حياته. الحلقة هي تجسيد لحلم كان بيراود بوجاك باستمرار، وهي طريقة من الطرق اللي بيستخدمها عقله عشان يفهم الأذى اللي تعرض له أو اللي بيتسبب فيه لغيره. ولكن في المرة دي ده مش حلم، انت بتموت بجد يا بوجاك. ده تجسيد لموته، وبنشوفه وهو وشه في حمام السباحة باصص لتحت في البيت اللي ما بقاش ملكه، واللي دخله بعد انتكاسة تانية بعد اللي حصل ليه بسبب الانترفيو. نتكلم على الحلقة قبل الأخيرة دي شوية. بنشوف فيها بوجاك بيعيش حلم كان دايما بيحلمه باستمرار، وهو انه بيتعشى مع عمه وقدوته وهو صغير سكرتاريات، وسارالين صديقته، وخاله وصديق عمره هرب كازاز، وشخصيتين تانيين اتوفوا برضه. I went to Angela Diaz's house. Does anyone else's water taste like chlorine? وبيكتشف ان ده مش حلم، هو دايما عارف انه عند نقطة معينة بيقوم من النوم، ولكن الوقت ده بيجي ومش بيصحى وبيشوف نفسه وهو غرقان. هنا بوجاك بيجيله زي نوبة هلع، ويفتكر انه كان بيكلم ديان قبل ما يغرق، ويجري على التليفون يتصل بيها تاني، لكن صوتها مجرد خيالات، وبيستسلم للعدم. Done is done. No. There's nothing I can do, Bojack. I'm not real. None of this is. So what do I do now? Bojack, it doesn't matter. Well, if it doesn't matter, can I stay on the phone with you at least? Okay. How was your day? Good. Yeah? Yeah. My day was good. ولكن سؤال، الناس دي كلها متجمعة ليه أو بتعمل إيه؟ الحلقة بتجيبهم كلهم متجمعين، كل واحد بيعمل الحاجة اللي بيحبها أو بيأدي عرض أخير ليه، كأنها رسالة رجعوا من الموت عشان يأدوها. ويمكن أكتر عرض أيقوني هو القصيدة اللي بيقولها سكرتاريات، واللي عنوانها المشهد من منتصف المسافة لأسفل. Before I leaped, I should have seen the view from halfway down. No, I really should have thought about the view from halfway down. Find your peace, big guy. Find it. I wish I could have known about the view from halfway down. وفيها بيندم على انتحاره لأنه بيعرف إن الموت هو عدم، مفيش جانب آخر، مفيش حياة تانية. بيقول لو قدرت أشوف المنظر من نص المسافة وأنا بنط ما كنتش عملت ده. بالرغم من الكآبة الكبيرة جدا في الحلقة، ولكنها زي صدمة كهرباء، إن أنت لسه عندك فرصة. اليوم اللي أنت بتعيشه ده فرصة جديدة. الموت مش بداية، الموت ده نهاية أبدية. See you on the other side. Oh, Bojack, no. There is no other side. This is it. ولكن بنشوف في آخر حلقة إنه بوجاك ما ماتش. والسؤال هنا هو ليه مش بيموت؟ يعني ليه مش بيموت؟ السبب إنه في سؤال كبير المسلسل بيطرحه ولازم نجاوب عليه. هل هو بوجاك هيتغير فعلا ويبقى شخص أحسن ولا لأ؟ لو بوجاك مات بعد ما حصل اللي حصل دوت وكل الناس كرهاه، فالإجابة هتبقى لأ، وخلصت على كده. القصة والحبكة بتاعت الشخصية والأنتي هيرو كلها بقت مظبوطة وتقليدية جدا. ولكن بموتك خلاص كده مفيش أي فرصة إنك تتحسن، مفيش أي حاجة تانية تقدر تعملها. التغير مش صعب ومش سهل. بيتم الإشارة ليه في الموسم الثاني بإنه لازم بس تعمل حاجات بسيطة كده ولكن تعملها باستمرار. بوجاك شخصية مش نمطية، مش بتحرك من نقطة ألف لنقطة ب، ده بيتحرك من ألف لب لجيم لدال، بعدين يرجع لألف تاني، وفي استراحة في النص. في كعبلة كتير كده بتحصل. لكن النقطة هنا في المجهود، إن أنت لازم تبذل مجهود عشان تتغير. زي توب بيقول في آخر حلقة What if I relapse again? Then you'll get sober again. وفي إمكانية إنك تاخد فرصة تانية، ممكن الحياة تبوظ تاني، ولكن طول ما بوجاك عايش لسه في أمل إنه يتغير. بعد ما بوجاك كان قريب من الموت بيروح المستشفى وبيخش السجن، ده يرجعه نوعا ما لفترته في مركز التأهيل. بالنسبة له السجن فرصة تانية للتعويض، إنه يبقى شخص أحسن. ولكن المشكلة الكبيرة جدا إنه حتى لو اتغير فأصحابه مش هيبقوا موجودين، وبدل ما يواجه الموت كعاقبة لأفعاله هيواجه حاجات أسوأ بكتير. هي إن الناس اللي دايما واخدهم كحق انتفاع، وإنهم موجودين دايما طول الوقت، وإنه مهما يعمل هيلاقيهم، وكانوا موجودين فعلا طول المسلسل، في الآخر مش هيبقوا موجودين. معظم الحلقة الأخيرة بتدور في حفل الجواز برنسس كارولين، ليلة جميلة وسعيدة بتخلينا نشوف العلاقات اللي حبيناها وهي بتنتهي زي ما أي حاجة بتنتهي.
زي ما عنوان الحلقة بيقول nice while it lasted. Oh well, it was nice while it lasted, right? Sure. It was nice while it lasted. هي فرصة للناس إنهم يودعوا بوجاك. لازم تبعد عن بوجاك اللي بيزيك. هو استنزف طاقتهم وحياتهم ووقتهم. جه الوقت إنهم يبعدوا عنه ويشوفوا حياتهم. بوجاك بيشوف حياته حتى لو اتغير، لأن لو فضلوا حواليه بينقذوه مش هيتغير. لازم يحس بالمسؤولية وإنه مفيش حد هيشيل الطين من وراه غيره. فنشوف برنسس كارولين وهي بتسيب بوجاك بطريقة جنتل شوية، ولو مش على طول، ولكن بنعرف إنه على الأقل فنيا وعمليا سابوا بعض نهائي. Hey, if I do decide to get back into the business when I get out of prison, I mean, I probably won't, but if I do, I'm gonna need representation. Someone who can look out for me, help me make the right decisions, keep me out of trouble. I can recommend some excellent people. وتود كان لطيف مع بوجاك في الفرح، ولكن هو تخطى بوجاك وعمل موف اون منه خلاص. Oh, you just seemed really overwhelmed at the party. I thought you could use some air. Oh, thanks. But then why are you on my shoulders? So I could get... وديان اللي بتتكلم عن علاقتها مع بوجاك بصيغة الماضي، على الرغم من إن بوجاك لسه حاسس إنه عايزها. I'm glad I knew you too. New, huh? Hey. ولكن هي انتهت منه، ما بقتش عايزة تكمل تاني. طول فترة المسلسل وهو بيعرض صداقة بوجاك وديان من أول الموسم لآخر حلقة في الموسم السادس، وعلى الرغم من إنه مهتم بيها رومانسيا في البداية، ولكن بعد كده بيبدأ يعتمد عليها كصديقة ومقياس لأنه اتغير ولا لأ. كانت شخص بيمنحه الحب والقبول، كانت شخص عارفاه على حقيقته. حتى في الحلقة اللي كانت بين الحياة والموت واللي كانت مليانة بالهلوسة زي ما قلت لك، بوجاك بيتخيل اتصال بينه وبين ديان عشان تنقذه. هي دايما كان الشخص اللي بيبقى موجود علشانه وعشان ينقذه. هي الشخص اللي كان بيتحمل المسؤولية لمدة 7 سنين كأنها شغلانة، وده كان مبوظ حياتها. Are you still angry at me? No. I don't know. What good has being angry at you ever done for me? I'm sorry. I wish I could have been the person you thought I was. The person who would save you. That was never your job. Then why did you always make me feel like it was? ولكن هي عاشت حياتها فترة غيابه وبعدت عنه وقطعت علاقتها بيه تماما. يمكن مكالمته ليها دي بوظت حاجات كتير وحسيتها بالذنب وحسيتها إنها كان لازم تنقذه، لكن مفيش حد ملزم إنه يبقى موجود عشان ينقذ بوجاك، وكلهم في حالة أفضل عشان ما بقوش ملتزمين بيه. المسلسل ما كانش لازم أبدا ينتهي بموت بوجاك، عشان هو ما كانش أبدا بيدور حوالين بوجاك بس، بل بيدور حوالين الناس اللي في حياته وإزاي قابلهم وإزاي اتغير وهم اتغيروا. وبنشوف كل واحد فيهم وهو بيمشي في حياته وبيعيشوا حياة مستقرة ومريحة. برنسس كارولين بتتجوز جودة، تود بيخش في علاقة وبيلاقي شغل، وديان بتعيش مع حبيبها وبتبقى كاتبة. مفيش غير بوجاك بس هو اللي بيمشيش، ولو بيمشي أو بيتغير فبتبقى خطوات بسيطة جدا. ولكن تم الإشارة للتغيير في المسلسل ده لكرهه نوع فاكهة معين، ولكن بيقرر إنه بيدي الفاكهة دي فرصة تانية وبيدوقها في آخر حلقة وبيعجبه طعمها. Nobody ever wants honeydew, but it's always there. Oh, not bad. عشان كده بدل ما ننهي المسلسل بالإجابة هل هو بقى كويس ولا لأ، فالكاتب بوب بوكسبرج خلص المسلسل بإن بوجاك زينا كلنا هيستمر في إنه يبقى إنسان مع إمكانية إنه يبقى أفضل أو أسوأ. هيفضل يحاول، مفيش إجابة تانية غير إنه زي ما قلنا في البداية خالص، هيفضل عايش متقبل العبث ويبقى سعيد وهو بيعيش يوم جديد. كلنا بوجاك، وكلنا بنكره نفسنا، وكلنا عندنا عادات مؤذية، وكلنا أذينا ناس في حياتنا، وكلنا بنخاف نتعرف بجد أو نتشاف على حقيقتنا. كلنا زي بوجاك، ولكن برضه كلنا عندنا فرصة للتغيير، فرصة إننا نبعد عن كل ده وندرك إن مش لازم نخلي أخطاء أو أفعال وماضي سيء وأشخاص سيئين يتحكموا فينا وفي حياتنا وفي مستقبلنا. بإيدينا نغير ده ونغير أفعالنا ونبدأ من جديد. ممكن نشوف إن ولا حاجة ليها معنى، وده حقيقي، الكون والحياة كلهم ملهمش معنى، ولكن بما إنك عايش المطلوب منك إنك تتقبل العبث ده وتكمل في الحياة بمنتهى السعادة. هيجي عليك وقت وكل ده ينهار، صدقني وده عن تجربة شخصية. هتلاقي البوصلة ضاعت والطريق بقى مغيم، وهتحس بوحدة وحزن وذكريات بتطاردك وحياة وعمر بيجري بيك، وهتلاقي إنك ما عملتش أي حاجة ومش عارف تعمل أي حاجة، وإن ولا حاجة هتعملها ليها لازمة، وملايين الأفكار هتاكل من دماغك وعقلك وروحك. في الوقت ده اهدى وخد نفس وافتكر إنك عندك يوم جديد تحاول فيه
مش مهم تبقى أي حاجة أو تقدم أي شيء، يكفيك فخر إنك قادر تستحمل الحياة دي وتقولها وبؤسها يوم كمان. وبما إن مفيش معنى وكل شيء عبث، انبسط وقضي وقت سعيد في الكام سنة اللي انت هتعيشهم، واخلق ذكريات حلوة واخلق حياة سعيدة لنفسك. ده اللي مخليني بحب بوجاك، واللي مخلي أي حد بيتفرج عليه بيريليت نفسه بيه، لأنه حقيقي جدا وبشري بدرجة كبيرة وسوداوي جدا، لكن في النهاية بيديك أمل وبيقولك إن النهاية ممكن تكون بداية لحاجة تانية جديدة وأجمل وفرصة جديدة إنك تكون أحسن. اتبسط وعيش وافتكر إن مفيش حاجة هتدوم للأبد، وإن الحياة دي هي فرصتك الوحيدة للتغيير، وإن الموت هو نهاية كل حاجة، وإن كل يوم جديد هو نعمة وفرصة. شكرا لكم، نشوفكم في حلقة جديدة. كان معكم شيكو أرتفيليا. I think there are people that help you become the person that you end up being, and you can be grateful for them, even if they were never meant to be in your life forever.